عملتها باللحمة الضاني، أول مرة أعملها باللحمة الضاني وتطلع معايا بطعم خطير جدا. أول مرة أجربها باللحمة الضاني، بس بجد طلعت رهيبة. اللحمة الضاني في أي حاجة في شوي أو الطريقة دي تطلع تحفة، وهو تغيير عن السلق. أول حاجة جبت شرايح من اللحمة الضاني اللي انتوا شايفينها، ما تكونش سميكة قوي أو رهيفة قوي. لو كانت رهيفة طبعا هتنشف منك، مش هتحسي بطعم أي حاجة، هتبقى ناشفة ومجلدة. ولو كانت سميكة طبعا هتاخد وقت في السوا. وأهم حاجة اللحمة تكون صغيرة، ما تكونش لحمة كبيرة عشان ما تاخدش وقت منك. اول حاجه غسلت اللحمه طبعا عندي بميه جاريه خالص، وبعد كده استخدمت ملح وفلفل اسود، ده البهارات بتاعتي، مش هستخدم اكتر من كده. هتبليها بملح بملح وفلفل اسود قلت. هتبليها شويه كده وتسيبيها في التوابل بتاعتها اللي هو الملح الاسود. وريتكم سمك اللحمه. بعد كده عندي طاسه سخنه، هتنزلي بمعلقه سمنه بلدي او اي نوع دهون عندك. اول ما تسخن معايا خليها تسخن كويس جدا، بعد كده تنزلي عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. الطاسه سخنت معايا وهنزل باللحمه. اول ما تكش معايا، طبعا طبيعي اللحمه بتكش شويه، اول ما تكش معايا شويه بحاول احط باقي اللحمه اللي معايا. زي ما انتوا شايفين حاطه البهارات ملح وفلفل اسود، مش اكتر من كده. هتاكلي احلى حته لحمه بالطريقه دي. هنقلب فيها اول ما تتشمع معايا، ما تقلبهاش غير لما تتشمع معاكي عشان ما تنزلش قلنا ميتها. وما تخليش النار ضعيفة خالص، لا في الاول خليها عالية. وابدأ اقلب فيها زي ما انتوا شايفين معايا. اول ما كشت وقلبت حطيت تاني. شايفين ازاي هي كده خدت تشويحة. بس طبعا لسه هنفضل نشوح في الموضوع ده هتاخد حوالي يعني تلت ساعة كده وانا بشوح فيها. وبتمنى لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسونيش في اللايك والمتابعة. زي ما انتوا شايفين هفضل اشوح فيها بالشكل ده، وهغطيها شوية. وبعد كده عشان بس تستوي معايا شوية. بعد كده ضفت التوم. التوم يكون صحيح زي ما انتوا شايفين، اللي هو شرايح توم، يعني مش عايزاه توم مهروس. وهنقلب فيه لغاية ما نشم ريحة التوم واللحمة تاخد من التوم ده. هنسيب التوم مع اللحمة كده حوالي يعني دقيقة او 2. شايفين اللحمة احمرت معايا وبقت جميلة جدا. ليها حوالي تلت ساعة بالظبط على كده. وبعد كده هنزل بكوباية مية، كوباية مية واحدة كده مج. هنزل بيه واغطيه واسيبه لغاية ما تتشرب المية بتاعتها. هرفع اللحمة من الطاسة على طول. وبعد كده بنزل بنص معلقة سمنة برضو تاني على البهاريز المكان اللحمة. وهنزل ب3 معالق من الدقيق. هقلبهم تقلبتين وهنزل عليهم ب3 مجات من الحليب. وبعد كده معلقة قشطة أو معلقتين من القشطة البلدي. ولو متوفر عندك كريمة الطهي ممكن هتخلي الطعم أحلى بكتير طبعا. زي ما انتوا شايفين يا دوب خدت غلوة واحدة بس، وشايفين اللحمة جميلة جدا.